يلي مازال ما جربش المبطن في الفرن، بدل ما تقليه في الزيت فايتكم نص عمركم. أني متأكدة لو جربتوه حتدمنوا عليه، ومستحيل مازال تديروه مقلي. على الأقل تفتكوا من القلي والزيوت، بلكي تتخلصوا من الكرش اللي عندكم. صحي ولذيذ وأسهل منه ما فيش. النتيجة لون ذهبي ومقرمش من برا، وطايب ودايب ذوبان من داخل. ناخدوا بطاطا لا صغيرة ولا كبيرة، تكون متوسطة، نغسلوها ونقشروها، نقطعوها من العرض مش بالطول. مش حلو لما يكون كبير المبطن، كل ما كان أصغر كل ما كان أحلى كيوت. نقصوا جهة للنص بس، والجهة الثانية نقصها كلها البوتيتو بهذا الشكل، ونحطوها في مية مسقعة باش ما يتغيرش لونها، ونخلوها على جنب لين نجهزوا الحشو. لحم مفروم ني، كزبر، بصل مفروم، سمن، ملح، 7 بهارات، قرفة، كركم وفلفل أحمر، بيضة واحدة، ونخلطوهم كويس. ونسيت طماطم المعجون ملعقة واحدة. ونبدو نحشو المبطن. طبعا ما تفتحوهاش هالبلين، تكسروها كيف ما درت أنا. نفتحوا البوتيتو شوية ونبدو نحشو فيها من غير ما تتكسر. نغطوها كلها بالدقيق، وبعدين ندهنوها أو نغطسوها في شوية زيت. نحطوه في طاجين عليه ورق زبدة من تحت أو شباك زي هيك. ندخلوه الفرن ساعة على نار هادية ويطلع يهبل. ولو تحبوا ممكن تدهنوه من فوق بشوية صوص أو تخلوه هيك زي ما هو. مجربيننا قبل في الفرن؟ تديروا فيه المبطن بالحشوة نية ولا طايبة؟